بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية لكم أيها الأحبة في المملكة العربية السعودية وأينما كنتم في هذا اللقاء الختامي والأخير في الجولة 26 من دوري زين السعودي لكرة القدم. هذا الدوري الذي ودعنا هذا المساء بعدة مباريات لعل أبرزها في المنطقة الشرقية الفتح والاتفاق، وكذلك الهلال أو الأهلي والهلال هنا في ملعب مدينة الملك عبد العزيز الرياضية بالشرايع. وقت طيب نرجو لكم أحداث هذه المباريات التي سنستعرضها سويا بإذن الله تعالى. الاتحاد والاتفاق والفتح سيكون بتعليق الزميل جعفر الصريع على السعودية الرياضية الأولى، وسيكون هناك أيضا مراسم التتويج لفريق الفتح الذي نقوله ألف مبروك. على السعودية الرياضية الثانية سنكون معكم بإذن الله تعالى مباراة الأهلي والهلال بتعليق الدكتور نبيل نقشبندي. التعاون والوحدة بتعليق الزميل سعيد الزهراني على السعودية الرياضية الثالثة. الشباب وهجر بتعليق الزميل محمد غازي على السعودية الرابعة. النصر والفيصلي عبد الله الغامدي أيضا على السعودية الرياضية الخامسة. نجران والرايد بتعليق الزميل أحمد النفيسي على السعودية السادسة. أما الشعلة والاتحاد فهي على القناة الإنجليزية الثانية سابقا. وقتا طيب نرجو لكم أحداث هذه المباريات جميعا. في البداية سرنا أن نرحب بمحللي السعودية الرياضية الأحمدين حقيقة أو الحمدين، الكابتن حمد الصنيع والكابتن حمد الدبيخي. أهلا وسهلا بكم جميعا. حياك الله. اهلا وسهلا خالد، حياك الله. مساء عليك ومساء على كل المشاهدين. حياكم الله. أيضا سنكون إن شاء الله في أرضية الملعب في تغطية ميدانية لهذه المباراة التي بدأت مشتعلة منذ البداية بين جمهور الأهلي وجمهور الهلال قبل انطلاق هذه المباراة. وكما تسمعون وتشاهدون عبر اللقطات الخاصة للقناة الرياضية الثانية الجمهور محتشد لهذه المباراة رغم أنها تحصيل حاصل بالنسبة للفريقين، ولكن يبقى التنافس ما بقي الأهلي والهلال. في البداية كابتن حمد، كيف تقيم هذه المباراة حتى هذه الجولة؟ لعلنا نستعرض أبرز النقاط في قبل هذه المواجهة. نتحدث عن فريق الهلال. فريق الهلال ربما هذا الموسم لم يكن هو الهلال الذي اعتدت عليه رغم أنه يحتل المركز الثاني. نسبة الفوز خارج أرضه وعلى أرضه أيضا متقاربة 69-66 تقريبا بالمئة هي النسبة المئوية لفريق الهلال. يعني شيء جميل أنك تقول الهلال مش في مستواه وأنه يكون وصيف الدوري، فهذا مؤشر أيضا أن الهلال ما زال يعني أن رغم العثرات أو الخطوط اللي ما توفق فيها بداية الموسم لأنه ما زال محتفظ في مركز نعم الوصافة كملاحق هل كان مقنع الهلال كابتن الموسم؟ لا، الموسم هذا لم يكن مقنع، يعني لا يعني لم يكن مقنع حتى على مستوى اللاعبين الأجانب، على مستوى التحذيرات بصفة عامة بالنسبة للمسابقة، حتى على مستوى الخطوط اللي كان يعانيها بخط الدفاع عنده إشكالية في الحراسة بعد اعتزال محمد الدعيع، ولكن مرحلة انتقالية طبعا. أعتقد حتى اللعيبة الأجانب تتكلم مثلا في الانتقالات الشتوية أضيف لاعبين للفريق، فمعناه لا توفق في البداية. وأيضا وأنا أعتقد أنه أيضا راح يجري عملية تغيير في اللاعبين الأجانب في المرحلة اللاحقة فيما لو تأهل لدور ال 16 في المسابقة الآسيوية. نعم. كابتن حمد، كيف تقدم لنا فريق النادي الأهلي قبل هذه المواجهة؟ الأهلي الذي يبدع آسيويا ولكن هناك ربما يعني عتب من قبل الجماهير بأنه في البطولة المحلية لم يكن هو الأهلي كما كان في البطولة الآسيوية. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا إذا كنا نتكلم عن الأهلي الآن أنا أعتقد أنه كان تركيزه على الآسيوية لسببين. أول حاجة لا تنسى انه هو لاعبين بطولتين اسيويتين مختلفه في نفس الموسم. نعم. لعب بطوله 2012 وبينافس في 2013. في 2012 وصل نهائي وحقق انجاز جيد كوصيف اسيا 2012. نعم. وقدم مستويات جيده استحق انه هو يوصل للنهائي بكل تاكيد. وهذا خلاه انه يؤجل عدد كبير من المباريات في الدوري. نعم. وبالتالي اصبحت مباريات الدوري بالنسبه له كان فيها عمليه ضغط كبيره جدا، بالاضافه لانه هو ما توفق في واحد اللاعبين الاجانب اللي تغير بديل كوماتشو، واضطر انه هو يغيره في فتره التسجيل الشتويه، مع كمان التغيير الفني اللي حصل لمدرب الفريق مع الفريق. شفنا في نوع من التحسن الفريق من الناحيه الهجوميه بشكل قوي جدا. لكن اليوم لما تيجي تتكلم على مباراه اليوم بالذات، المباراه اليوم ما تعني اي شيء للاهلي. نتيجتها ما تغير في موقعه في الترتيب لا من ناحيه الصعود ولا هبوط. نعم. بالاضافه انه عنده مباراه باقيه في الاسيويه، وعنده بعدين كاس الابطال مباراه مع النصر. فانا اعتقد التركيز انه يكون في نوع من التدوير للاعبين واعطاء فرصه لبعض اللاعبين اللي ما شاركوا وراحه بعض اللاعبين على اساس انه يكون عنده تجهيز للمباريات القادمه والمهمه في البطولتين سواء كاس الابطال او دور ال 16 بالنسبه للاسيويه.
باذن الله تعالى. اذا نتحول مباشره لارضيه الملعب مع الزميل عمار حكيم ورياض المزر في تغطيه ميدانيه لكل ما هو جديد في جانب فريق النادي الاهلي. الكلمه لك عمار. يعطيك العافيه خالد، ومسا عليكم مسا على ضيوف الكرام الكابتن حمد الصنيع والكابتن حمد الدبيخي. يمكن اكمالا لحديث الكابتن حمد الصنيع حول انه المباراه ما تم من الناحيه النقطيه للفريق الاهلاوي، واضحه الغيابات في الفريق الاهلاوي، فبالاضافه الى غيابات وليد باخشوين، خيرو بالومينو، وعقيل الصبحي للايقاف، يغيب عن الفريق اليوم فيكتور سيموس، عبد الله المعيوف، ايضا اسامه هوساوي. اصابات متنوعه بين اصابات خفيفه ورغبه المدرب اليكس في راحه اللاعبين. قبل ما نتكلم ايضا عن تشكيله الفريق الاهلاوي يمكن معلومات سريعه، بما انه ما في معلومات حتتم عن المباراه كثيرا، بحكم انه المباراه بالنسبه للجانب الاهلاوي ليست في تلك الاهميه من حيث الجانب النقطه، ولا تغير في ترتيب الفريق الاهلاوي. نتكلم عن معلومات عامه عن الدوري. في الدوري الزين ومعلومات مقدمه من موقع احصائيات، 3 أهداف تقريبا معدل الاهداف في كل مباراه. بالنسبه للحضور الجماهيري 3500. معلومه عن الدوري، يمكن فقط عدد الاهداف من ضربه حره مباشره كانت 24 هدف. 5 لاعبين فقط سعوديين احرزوا اهداف من ضربه حره مباشره طوال الموسم. كان نصيب ياسر القحطاني ومحمد السلوب من الهلال، كل واحد هدف بالاضافه لاسامه المولد واحمد القرشي من الوحده وصالح الدويس من نجران. بالنسبه لتشكيله الفريق الاهلاوي، السيد اليكس اليوم يجري بعض التغييرات. في حراسه المرمى ياسر المسيليم، خط الدفاع من اليمين لليسار سعيد المولد، جفين البيشي، كامل الموسى، بالاضافه لمنصور الحربي. خط الوسط مصطفى بصاص، سلطان السوادي، تيسير الجاسم، ومعتز الموسى. المقدمه الاهلاويه بدر الخميس، بالاضافه الى عماد الحوسني. احتياط الفريق الاهلاوي اليوم باسم عطله، كامل المر، محمد السفري، محمد امان، زكريا سامي، محسن العيسى، وعيسى المحياني. طبعا يتقدم بالتعازي للكابتن والاستاذ طارق كيال المشرف على الفريق الاول بكره القدم بالنادي الاهلي في وفاه ابن عمه الكابتن عبد المجيد كيال، كابتن المنتخب في فترات سابقه، نقول الله يرحمه ويغفر له ويتغمد بواسع رحمته. يغيب اليوم طبعا الكابتن طارق كيال بسبب العزاء. هذه ابرز الامور عن الفريق الاهلاوي. سريعا الزميل رياض المزر والجديد حول الفريق الهلالي اللي ربما تهم مباراه اليوم اكثر في سعي للحفاظ على المركز الثاني. رياض المايك معك، تفضل. شكرا عمار، مساء الخير عليك وعلى الضيوف الكرام في الاستوديو مع زميلنا خالد النفناف. نجدد التحيه للمتابعين الكرام عبر السعوديه الرياضيه الثانيه. في هذا المساء الهلال يدخل هذه المباراه مع إراحة أبرز لاعبين، يمكن اليوم راح يكونوا مريحهم سيد زلاتكو للمشاركات القادمة لنادي الهلال، خصوصا في البطولة الآسيوية وهي الحلم الأكبر لنادي الهلال ولإدارة نادي الهلال ومحبيه. لكن اليوم نتكلم بما أن عمار بدل التغطية بمعلومات، راح أتكلم في معلومات سريعة تخص الفريقين. إذا حبينا نتكلم عن أكثر الفرق تسجيلا للأهداف في الشوط الأول فهو النادي الأهلي ب 27 هدف، وأكثر الفرق تسجيلا للأهداف في الشوط الثاني نادي الهلال ب 42 هدف. أكثر الفرق تسجيلا للأهداف بالقدم اليمنى النادي الأهلي كان ب 26 هدف، وبالقدم اليسرى كانت من صالح نادي الهلال ب 29 هدف. اليوم نادي الهلال، أو قبل ما نتكلم أيضا في الأمور الفنية، خلينا نتكلم عن خط سير نادي الهلال في المباريات القادمة. نادي الهلال قد يخوض 7 مباريات خلال شهر واحد في حال تأهله في عدد من المباريات. مباراة الهلال القادمة ستكون ضمن إطار البطولة الآسيوية أمام الريان في الدوحة. خط سير الهلال سيكون من بعد هذه المباراة سيتجهون إلى مدينة الطائف ليباتوا الليلة هذه في الطائف، ثم يتجهون مباشرة إلى الدوحة. تليها مباراة قادمة من ثم العودة من الدوحة إلى مكة المكرمة لمواجهة الاتحاد ضمن بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين. من بعدها يعود الهلال مجددا إلى الرياض لمواجهة الاتحاد ضمن نفس البطولة وهي كأس الملك. في حال تأهل الهلال عن مجموعته في البطولة الآسيوية راح يلعب مباراة في دور 16، ومن ثم يليها مباراة في دور الأربعة لكأس الملك، ومن ثم أيضا مباراة الإياب في دور 16، وأيضا مباراة الإياب في دوري كأس خادم الحرمين الشريفين. وإذا أحرز الهلال نتيجة إيجابية في هذه المباراة سيشارك في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين. ستكون 7 مباريات خلال شهر واحد. لذلك اليوم السيد زلاتكو فضل إراحة بعض اللاعبين ليستفيد منهم خلال المواجهات القادمة الهامة بالنسبة لنادي الهلال خصوصا في البطولة الآسيوية. اليوم في أجواء هذه المباراة إلى الآن تشكيلة نادي الهلال وصلتنا ولكن ناقصة بخصوص حارس المرمى. إلى الآن لم يتم تحديد حارس المرمى. اليوم نشاهد 3 حراس مرمى يجرون عملية التسخين، فهد الشمري عبد الله السديري متواجدين لاجراء عمليه التسخين. الان لم يتم تحديد اي حارس اساسي. نبدا بتشكيله الهلال في هذا المساء. في الظهير الايسر اليوم من اليسار الى اليمين
عبد الله الزهري كظهير ايسر، يحيى المسلم اللاعب البرازيلي اوزيه. الظهير الايمن اليوم راح يكون محمد مسعد في اول مواجهه رسميه له امام فريقه السابق النادي الاهلي. محاور ارتكاز اليوم يتواجد محمد القرني والمحترف الكولومبي بوليفار. في خط الوسط في الجانب الايسر الاميز والخلقا واداء محمد الشلهوب. في الجانب الايمن راح يكون متواجد سالم الدوسري. في خط المقدمه سيتواجد سعد الحارثي والمحترف الكوري يو. ما يخص احتياط الهلال في هذا المساء: ياسر الشهراني، نواف العابد، عبد اللطيف الغنام، سليمان العبد الله القادم من اولمبيا الهلال، وماجد المرشدي وويسلي. ما يخص الغيابات اللي اليوم تغيب عن تشكيله نادي الهلال ومتواجده في المدرج. طبعا الاسماء، جميع الاسماء التي سنذكرها هي متواجده في الملعب ولكن لن تشارك لانها سترافق الفريق في بعثته الى الدوحه: ياسر القحطاني، سلمان الفرج، سلطان البيشي، ومحمد نامي. هذه ابرز الامور زميلنا خالد في هذه الزياره. ان شاء الله في الزياره القادمه راح نستوضح امور اكثر مع بعض الاداريين، وراح ان شاء الله نعرف ايضا الحارس الاساسي اليوم لمرمى نادي الهلال. نعود بالكلمه مجددا لك مع تجديد التحيه لك ولضيوفك الكرام. تفضل خالد. شكرا رياض، شكرا عمار، كفيت ووفيت، يعطيك العافيه. كابتن حمد، اذا امامك تشكيله فريق الهلال الان. ربما هناك يعني الى الان لم يتضح الحارس الاساسي، على الرغم انه اعتقد انه هذا يعني خلل. اذا ما بالفعل يعني حتى هذه اللحظه لم يتم تعديل الحارس فربما هناك مشكله. لا بالنسبه انا اعتقد ما في مشكله، يعني هم معاهم حارسين يعني. لا اتكلم انه يعني التاخير في عدم اعتماد الاسم اللي سيشارك في المباراه. لا واضح من لا واضح انه صديري. ممكن يكون صديري يعني. بعدين اول سنه عمره الكروي المفروض يكون موجود يعني عشان يكتسب خبرات طبعا. طيب. الطريقه نفسها يعني، حتى اعتقد انه راح يلعب سعد الحارثي نفس طريقه ويسلي، اللي هو ينزل في العمق عشان يحضر ويجي من الخلف في الفراغات. بيخلون بيونغ طبعا ثابت. سالم طبعا اليوم سالم بيكون يمين كلاعب عنده مهارات فرديه، وممكن يستغلونه اليوم بدرجه كبيره جدا انهم يعكسون داخل الصندوق عشان بيونغ لاعب مميز جدا بالراس. محمد الشلهوب طبعا انا اشوف الهلال في الخمس جولات الاخيره كان المتنفس الوحيد بالنسبه اللي ما اعطيه بشكل بارز في الشق الهجومي نواف العابد. يعني سواء في الشق الهجومي او في الشق الدفاعي، في المهارات الفرديه، التسديد، الصناعه. يعني نواف تاثير اليوم كشكل بالنسبه مقارنه بالخمس جولات الاخيره سواء كانت محليه او اسيويه، انا اشوف نواف كان هو اللي واضح بشكل كبير جدا، يعني مع الاحترام لبقيه اللاعبين اللي كانوا موجودين ياسر ولا ويسلي لكن نواف كان هو المفتاح الرئيسي بالنسبه للفريق الهلالي، يعني الخمس او الست جولات الاخيره. مسجل اهداف كثيره في القرني اليوم بيرجع لاعب مميز جدا، انا معجب فيه جدا اللي هو القرني، لاعب عمره صغير عقله كبير. كوستافو طبعا يعطوه كلاعب اجنبي ربما ملزوم انه يلعب، لكن ما كان واضح بشكل كبير جدا. من الاسماء اللي انا اتنبأ انه راح يتغير اذا تاهل الهلال. حتى في الشق الدفاعي كابتن، حتى ادوار الدفاعيه لم تكن مقنعه بالنسبه له. قراءاته كلاعب محور اجنبي في التغطيه مش نفس يعني. شوف القرني اليوم انا اعتقد يمكن عنده تميز افضل بعمره الكروي، انا اتكلم كلاعب محترف. يعني كلاعب محترف في وسط الملعب المفروض يكون عنده بروز وقراءة جيدة، يعني كثير من المباريات شاهدناها في الهلال كان خلف التغطية السلبية. الزهري طبعا اليوم بس بيكون كظهير مساند في الإسناد. بيرجع يحيى مسلم، يمكن أنا هذه ثاني مباراة أشوفها يحيى، لا المباراة الأولى أمام الرائد في الرياض اللي انتهت ب6، اليوم بيرجع بعد إصابة يعني كبديل للمرشدي. ومسعد بيلعب كظهير يميني، راح تلعب اللاعبين على اعتبار ان عندهم مباراه مهمه مع فريق الريان في الاسيويه. عنده جدول حافل ايضا خلال الشهر بالمباريات من العيار الثقيل. لا هم الان بالنسبه للهلال زي ما قلت لك هو تفكيره انه يتاهل في الاسيويه يعني. فالبدلاء طبعا مش معناهم سيئين، يعني مسعد عنده خبره كبيره جدا في اللي هو الظهير اليمين، وممكن بيلعب نفس ادوار اللي كان يلعبها اللي هو ياسر او من يلعب في الناحيه اليمين. نعم. بالنسبه كابتن محمد لتشكيله فريق النادي الاهلي كما تتضح معك الان، نشاهد عوده الحارس ياسر المسلم لحراسه المرمى، وايضا مع اعتماده على تقريبا نفس خط الدفاع باستثناء اسامه هوسوي اللي يغيب عن هذه المواجهه. واضافه سعيد المولد. نعم. يعني سعيد نعم صحيح. شوف الاهلي في عنده ميزه صراحه انه الموسم هذا فيه عدد من الشباب برزوا بشكل جيد. اذا اليوم نتكلم على مصطفى بصاص، سلطان السوادي، نعم. بالاضافه لسعيد المولد اليوم، انا اعتقد انه جيد جدا انك انت تنافس اسيويا
وانك انت في مراكز متقدمه في الدوري وبتعطي فرصه للشباب. فهذا مؤشر ياكد انه انت عندك عدد من الاسماء الجيده اللي انت تقدر تضخها ما بين كل فتره والثانيه وتعطى فرصه على حسابها. وضعيه الاهلي في الدوري بكل تاكيد ما كانت جيده بشكل عام، واحنا تكلمنا قبل شويه، والسبب التركيز على البطوله الاسيويه بالاضافه للنهج التدريبي اللي كان واضح انه ما كان في اعطاء فرص بشكل كبير جدا. يمكن السيد أليكس الان عنده مساحه من الوقت خصوصا في المباريات اللي زي هذه اللي ما تقدم ولا تاخر بالنسبه له، ففرصه جيده انه هو يريح بعض الاسماء. يعني انا كنت اتوقع كامل الموسم المفروض كمان كان يرتاح، لانه كامل يمكن من اكثر اللاعبين اللي لعبوا. هل لديه البديل في الدوري من خلال يعني دحين انت اليوم لما تيجي تتكلم على فرصه وتتكلم على راحه، اليوم انت عندك الفريق عنده مشاركات مهمه. ولكن كابتن ايضا يعني ربما يعني نظر لها من نواحي تاريخيه، انه يعني الخساره من الهلال غير مقبوله حقيقه من اي فريق لا يود ان يخسر، فممكن لاعب عشان الشيء اللي مثلا يضمن له مثلا نتيجه ايجابيه وفي نفس الوقت امام الجمهور وعلى ارضه. يعني شوف انت هي ما اعتقد انه التفكير انه نتيجه تاريخيه والاشياء هذه ممكن تجي النتيجه في اي وقت. جماهيريه كابتن، مطلب جماهيري ايا كانت حتى لو كانت يعني خارج الحسابات، لكن الجمهور الاهلي لن يقبل بغير الفوز، وكذلك الهلال. اليوم يا خالد حتى اللاعبين نفسهم ما في الحافز الكبير في المباراه هذه. يعني انت لا تتوقع ان المباراه حتكون فيها اثاره وفيها مثلا هذا، لانه اللاعبين عارفين في نهايه يحضر الجمهور كابتن اذا كان يعني تتوقع انت حيحضر الجمهور اليوم؟ ادخل معنا في النقاش. تتوقع انه حيكون في جمهور كبير اليوم؟ ما اتوقع. انت الان شايف تحت المنصه ما في ذاك الجمهور اللي يفرضوا حضور مباراه الاهلي والهلال. اليوم الاهلي والهلال في نهايه موسم، مراكزهم واضحه جدا، ما حيكون فيها اي منافسه، تركيزهم على الاسيويه اكثر بكثير من مباراه الدوري. هي اكيد مباراه في الدوري من ضمن المباريات، واكيد مباراه حتكون محسوبه في التاريخ، لكن كجماهيريه او حتى كاثاره او كمتابعه ما هي ذيك الاثاره ولا يفرضها حتى واقع مراكز الفريقين في ترتيب الدوري. نعم. بس معلش، ممكن انت لو هزمت اليوم خسرت 7 ممكن يشيلوك كجهاز فني وكجهاز اداري. يعني في النهايه الجماهير ما راح ترضى ولا لا. وفي 4 في الدور الاول، في 4-1 في الدور الاول. لا يعني اليوم لما لعب الهلال فاز 4، لما الاهلي مثلا المدرب يلعب شفين مولد ما يصير يلعب كل الخط هذا لاعبين شباب، لانه بيضربون بعض، هم لازم واحد يشيلهم. يعني حمد ممكن له وجهه نظر، بس لانه هو ماخذ مباراه مش مهمه، لا بالعكس المباراه ترى مهمه ومهمه بالنسبه حتى للمدربين، للتاريخ، حتى الهلال ممكن لو فاز الشباب وخسر بيكون الهلال ربما الهلال احرص على الفوز في هذه المباراه، يمكن يهم الفوز. الهلال بدليل عفوا انت تشوف تيسير، ممكن اليوم نقول ليش ما ريح تيسير في وسط الملعب؟ صحيح، لانه كان مرتاح المباراه اللي قبل. لا ليش ما ريح اليوم؟ لا مرتاح مباراتين كان. انا اقول لك انت تتكلم عن المباراه هذه مش مهمه، انا اكلمكم مو لسه، انا اكلمك المباراه مش مهمه. في مباريات تحتاج لاعاده تجهيز لبعض اللاعبين. تيسير كان مصاب فتره وكان مرتاح مباريتين، وفرصه انه هو يرجع مره ثانيه. يمكن انا اتفق مع محمد في جزئيه انه ما تبي تغير الخط كامل، لانه جفين كان بعيد عن المباريات، وسعيد يمكن ما عنده المشاركات الكثيره مع الفريق الاول. كامل يمكن على اساس نوع من القياده في خط الدفاع، هذه من الممكن انك انت تضيف عنصر الخبره بكل تاكيد يكون متواجد. لكن هاجس النتائج الكبيره انا اعتقد انه الان كل من موجود في الفريق الاول قادر انه هو يمثل، بعيد عن التفكير بالاشياء هذه. انا ما اعتقد انه ما زال هناك في بعض الاداريين او بعض الفنيين يفكروا بالنقطه هذه بالشكل هذا، لانه معناه ما عنده ثقه باللاعبين الموجودين عندهم. الفريق ما حيلعب ناقص، حيلعب 11 لاعب، وال 11 لاعب كلهم مؤهلين ان هم يمثلوا الفريق بكل تاكيد. طيب كابتن حمد، بالنسبه للهلال ومشواره طبعا من خلال يعني المباريات السابقه، ذكرت بان هذا التشكيل المناسب والامثل للهلال اللي يدخل في هذه المباراه، لراحه بعض اللاعبين اللي طبعا يعني الظروف. طبعا انا اقول لك الظروف تحتم هذا الوضع، لانه هو عنده مشاركه اسيويه والبطل تحدد، فهو لعب. بس على فكره يعني هذه الاسماء يعني ما كان انها توجد لو هي مش اهل انها توجد او تلبس شعار الهلال او الاهلي. فلازم نقطة مهمة، احنا ما نشوف انه مثلا نقول اليوم والله يحيى مسلم او جفين انهم مش لاعبين يستحقون انهم يكونوا بدلاء انما لهم اهمية، لا بالعكس، لاعب محترف يستلم راتب قدره وعنده مقدم عقد، يلعب يرتدي شعار الهلال، فعليه امال كثيرة. يعني لاعب بديل ممكن يشوفون التصور. ممكن اليوم يحيى مسلم بهذه الفرصة يشيل المرشدي، طيب يعني يعطي حتى يحرج اللاعب الآخر، يعني جات فرصة وتحصل عليها،
وايش قدم؟ اعطيناه الفرصه وقدم مباراه كبيره واقنع الجمهور والاعلام، فعمل عمليات ضغط على اللاعب الاخر اللي هو المفروض يكون اللي في الخانة. اساسي. نعم صح. فشوف حاجه مهمه، ممكن حمد يدري اي لاعب يلعب حتى في التمرين حريص على انه يكون بارز، فما بالك في المباريات. نعم. طيب كابتن، بالنسبة لهجوم الأهلي طبعا استعاد يعني هجوم الأهلي في الآونة الأخيرة يعني بريقه، وخصوصا اللاعب عماد الحوسني اللي كان غاب يعني يعني بعض الأشياء بعض المباريات، الآن رجعوا بقوة من خلال التسجيل. كيف يمكن لهجوم الأهلي أن يتغلب على دفاع الهلال اللي طبعا يعني كما واضح لما مسعد، أوزية، يحيى مسلم، عبد الله الزوري؟ وشوف انت لما تيجي تتكلم على هجوم الاهلي ما حد يتكلم على افراد باكثر من تتكلم على طريقه لعب. الاهلي للامانه طريقه السيد اليكس فيها انتشار افضل، بتلاقي الفريق بيفتح على الاطراف بشكل جيد، بتلاقي منصور الحربي بيهاجم بشكل جيد، سعيد المولد انا اتوقع انه عنده النزعه الهجوميه وعنده الامكانيه انه هو يتابع ويكمل على هذا، بالاضافه لتواجد مصطفى بسطاط وسلطان السوادي. هل الرباعي هذه مع تيسير الجاسم بكل تاكيد حيعطي الزخم ويعطي الامدادات للمهاجمين الاثنين عماد وبدر. فيكتور لاعب مؤثر بكل تاكيد، ما يحتاج ايضا برونو اللي صاحب الامدادات القويه. برونو الى الان لاعب جيد ولاعب مؤثر، لكن لسه الان ما فرض حضوره او فرض نفسه بشكل كبير جدا عشان نقول انه غيابه مؤثر او انه مثلا غيابه حيتاثر. اليوم لما تيجي تتكلم على وسط موجود فيه تيسير ومصطفى بسطاط وسلطان السوادي، انت تتكلم على لعيبه بيلعبوا بشكل اساسي. يمكن بالمينو غيابه مؤثر اكثر من غياب برونو سيزار. طيب خلينا نشوف رياض في معلومه الان سريعه من جانب فريق الهلال. رياض الكلمه لك. شكرا خالد. معلومتنا هي بخصوص حارس مرمى نادي الهلال. الان تقرر انه يكون عبد الله السديري هو الحارس الاساسي، وفادي الشمري راح يكون اليوم البديل للحارس الاساسي. ايضا إضافة بسيطة، اليوم في موقع الأخطبوط والموقع الخاص بالتوقعات، اليوم كان في تصويت على توقع لمباراة هذا المساء ما بين الأهلي والهلال. أغلب التوقعات صبت في صالح نادي الهلال أنه يكسب هذا اللقاء بواقع 221 صوت من 572 صوت اليوم صوتوا في هذا الموقع. هذه آخر التغطيات لزميلنا خادم الميدان. طبعا كان في تحفظ اليوم من الفريقين انه يعني لا يوجد شيء يذكر للظهور في الهواء، ولكن ان شاء الله راح نجري معهم لقاءات عقب نهايه المباراه. تفضل خالد. يعطيك العافيه على هذه المعلومات. ما ادري المحللين صوتوا ولا ما صوتوا ولا لا؟ انا ما اعرف توقعات. طيب بس بحرجهم يعني قبل بدايه المباراه. طيب كابتن حمد، كيف يمكن لدفاع الهلال ان يواجه هذا الضغط الهجومي اللي ذكر كابتن حمد؟ شوف أنا مؤمن أن الكرة الحديثة الفريق كله يدافع، كل واحد من الهجوم عليه واجبات دفاعية مثل ما الدفاع عليه واجبات هجومية، لأنه يبدأ الهجوم من عنده. فهم لما بتكون الكرة مع الفريق الأهلاوي راح يلعبوا، يرجع معاهم سعد الحاضي يكونون 9 في ملعبهم، يسكرون المساحات، يشوفون خطورة الأهلي أن عماد الحوسني يحب المساحات مثلا، فبالتالي أنا كمدافعين عندي أيضا قراءة، مو لازم المدرب برضو يعطيني الخطة العامة واعتمد عليها، لازم أنا عندي قراءة من خلال خبرتي أن عماد الحوسني يجيد ضربات الجنب ويحب المساحات ولاعب مشاكس. نمنع عنه الخطورة مثلا من منصور الحربي، لاعب مميز في الشق الهجومي. نتكلم عن تيسير أو بصاص السوادي، فبالتالي يكونون حذرين، عندهم عملية تراص، 9 قايمين بواجباتهم. حتى الفريق الهلالي مثلا الاهلاوي ما راح يهاجم مثلا ب9 لاعبين مره واحده، لان في امامه فريق الهلال فريق ايضا مميزين في وسط الملعب. اليوم تلاحظ القرني مثلا جوستافو راح يلعبون محاور ثابتين، ما اعطاه فرصه للقرني انه يساعد في الشق الهجومي. لكن في النهايه زي ما قلت لك هم مو مشكلتهم في القلق في الدفاع والهجوم، هو تحول، لان فريقين كبار. متى ما مسكوا الكره الهلال كيف يتصرف في الشق الهجومي ويكون شق دفاعي في الهلالي، والعكس كذلك، يكون توازن في الفريقين. ممكن تكون الكرات الثابته هي الفاصله بالنسبه، لكن في الهجوم انا اشوف الكرات العكسيه بتكون خطره، لان بيونغ في الهلال مميز جدا في الكرات الراسيه. طيب المخرج يقول لي يعني لخبطنا يا خالد، يعني تقول حمد وما ندري حمد مين، فهم لما اسال حمد الصنيعي يروح على حمد الدباخي، فعشان كذا لا نحن يعني نسوي تكتيك اخر. لا احنا نشوف عيونك ما شاء الله. لا انتم تشوفوا بس المخرج. طيب كابتن حمد الصنيعي، الان بالنسبه لهجوم عفوا لخط الوسط الاهلي اليوم نشاهد طبعا يعني كما ذكرت انه يعني برونو لم يكن يعني تاثيره ذاك التاثير. قوه الاهلي
في الوسط في المباريات السابقة كانت هي صاحبة الإمدادات وهي الاختراقات القوية، كيف يمكن لخط الوسط الأهلاوي أن يحد أيضا من قوة وسط الهلال؟ عشان أكد المعلومة، وجود برونو إضافة، لكن غيابه مش مؤثر بقدر ما هو غياب فيكتور أو غياب بالمينو. لسه ما أعطى الزخم الكبير اللي هو ممكن يسوي فيه الفارق. تيسير ومصطفى بصاص من الممكن ان هم يغطوا الغياب هذا، لانه اعتقد الفريق بيعتمد عليهم بشكل كبير في خلال الموسم هذا، وان كان تيسير الموسم هذا مش بافضل حالاته. يعني ما زال تيسير ما هو تيسير المعروف بامكانياته الكبيره جدا سواء الفرديه او حتى الجماعيه. معتز الموسى يعني ما قدم المستويات الجيده، لكن يظل خط وسط الاهلي من افضل الخطوط الموجوده في الفريق. في عنده اكثر من ميزه، اكثر من ميزته الانتشار الجيد، اللعب الجماعي، التوازن بالحاله الدفاعيه والهجوميه، بالاضافه انه التحرك والتقاطعات اللي بيعملوها، يعني بتلقاهم بيتغيروا وبيتحركوا من محلاتهم بشكل جيد طول المباراه بيتحركوا. مجموعه من الشباب النشيط اللي بيجري طوال المباراه 90 دقيقه، يعمل حاله ارباك حتى للخصم اللي امامه بكثره تحركاته وبكثره طلبهم للكوره. بيساعد المهاجمين، وفريق يقدر يلعب من لمسه واحده وفي عنده المهاره الفرديه. يعني اليوم لما تيجي تتكلم على مصطفى بصاص عنده المهاره الفرديه وبرضه لاعب من الممكن يلعب لمسه واحده. تيسير الجاسم نفس الشيء، سلطان السوادي نفس الشيء، معتز الموسى نفس الشيء. يعني انت بتتكلم على لاعبين عند امكانيات عاليه مهاريه وفرديه، بالاضافه للعمل الجماعي اللي موجود ما بينهم كلاعبين خط وسط. نعم. ايضا كابتن محمد الدبيخي، كيف يمكن يعني فك الرموز المتشابكه في خط الوسط بين الفريقين؟ نفس السؤال تقريبا لحمد بس بصيغه اخرى، انه يعني كيف يمكن المباراه مثل هذه يعني يتفوق فيها خط الوسط من الفريقين؟ يعني امكانيات الفريقين واضح ان في خط الوسط ثقيله جدا، كيف يمكن فك رموز هذا؟ طبعا هو اللي بيميز الحاجه الذهنيه للاعبين، لان زي الهلال زي اليوم الهلال والاهلي اللي بيميز الفكر اللاعب. يعني اقرا انا اقرا الهجمه او باص زميلي او المساحه، قراءتي تكون افضل من قراءه الاخر. هذا اللي بيميز، وبالتالي بينطبق على تحتها تسريع اللعب مهم جدا، وواجبات اللاعبين. يعني ممكن حمد وانا في نص الملعب اثنيننا، لكن الميزه ان انا عارف انت شو احب انا، لانه هو ما مش عارف، لانه هو خصمي. انا عارفك انت لانك زميلي، فبالتالي اتفوق عليه بالناحيه هذه. يعني عشان كذا انا قلت لك اللي بيتفوق في اذا تكافأ اللاعبين زي الهلال والاهلي اليوم فكر اللاعب، صفاء ذهنه وعلاقته مع فهم اللاعب زميله. طيب خلينا نشوف يعني الان بالنسبه لوضع الفريقين من ناحيه النقاط. كابتن محمد لديك الاوراق ولديك طبعا احصائيات دقيقه نبغى نذكرها للساده المشاهدين. نشكر الزميل عبيد كادور على يعني اعطانا هذه الاحصائيات. تفضل باحصائيات فريق الهلال كابتن من ناحيه مرات الفوز، يعني بحكم من اخر مباراه. شوف الهلال يمكن الان له اكثر من موسم بيثبت نفسه انه هو دائما الاعلى تهديفا، وهذه ميزه تحسب للهلال بشكل كبير جدا. الدفاع في مرماه 25 هدف، معناه انه هو الثاني اقوى دفاع بعد الفتح والنصر اللي في مرماه 23، هو في مرماه 25. 17 فوز عند الهلال، 4 تعادلات و4 خسائر. معدل الخسائر او خساره الهلال في الموسم هذا انا اعتقد ان هي ما كانت متوقعه، لكن يعني نتيجه طبيعيه للتغييرات الفنيه اللي حصلت في الفريق، والفريق ما كان بافضل حالاته في الموسم هذا، وان كان الناحيه الهجوميه كانت جيده، يعني ما زال جيده بيحافظ عليها. لكن اللي يعاب او خلينا نقول ان الشيء اللي تغير في الهلال انه القادمين من الخلف او لاعبين الوسط ما صاروا بيسجلوا بالزخم اللي كان موجود عليه قبل كذا. يعني اليوم انت بتيجي تتكلم على ويسلي وياسر مسجلين 30 هدف الاثنين لحالهم تقريبا. نص اهداف فريق الهلال 2 لاعبين مسجلينهم، بالاضافه اللاعب الكوري مسجل كمان 10 اهداف، هذه 40 هدف، يعني ثلثين الاهداف مسجلينهم فقط 3 لاعبين. فهذا بيأكد انه لاعبين الوسط قل عطائهم وقل مشاركتهم في التسجيل، وان كان هالكلام هذا تغير مع السيد زلاتكو في الفتره الاخيره. الاهلي بعد ما كان وصيف الدوري العام الماضي، السنه هذه المعدل نقاطه بعيد جدا، وان كان التهديف 50 هدف في 25 مباراه يعتبر نوعا ما جيد، ما وصل للعالي لكنه جيد لما انت يكون معدل تهديفك هدفين في كل مباراه. لكن في مرماه 32 هدف، عنده 12 انتصار، 7 تعادلات و6 خسائر. هذا بيأكد بعده
عن مناطق المنافسه بكل تاكيد. طيب خلينا نشوف لقطه واتمنى تعليقكم كابتن. المعلومه وصلتنا يعني من الزملاء في العربه بان الكابتن مدرب اللياقه الكابتن عبد اللطيف الحسيني كان بصحبته ايضا سلمان الفرج وايضا نواف العابد، بس اعتقد ما هو طبعا الكابتن عبد اللطيف، هذا ممكن مدرب. طيب عبد اللطيف نعم في لقطه اخرى قبل قبل المباراه او قبل ما ينزل اللاعبين اللي يشوف امكانيتهم المشاركه في هذه المباراه، اجراء شايف انه يعني سليم كابتن؟ انا ما ادري يعني اختبار الجاهزيه قبل المباراه. اذا كانت مباراه مثلا عند اسيويه انا اعتقد ان اراحتهم افضل. اذا كان زي ما قلت حق حمد انا مساء، لا لانه سلمان اللي خلاني اسال السؤال هذا ونطلب اللقطه هذه لانه سلمان خارج التشكيله كليا اليوم ونواف احتياط طبعا. اكيد حصل له اختبار ووضح انه هو ما يقدر يشارك، فعشان كذا تم استبعاده تماما من التشكيله. بس يعني المفروض ان هذا كل الكلام في وقت التمارين. نعم. يعني قبل، لانك انا زي ما قلت لك لو مباراه مفصليه ممكن انك تكون حريص على اللي عندك ولاعب مهم لو من نص جاهز. هذا العابد طبعا الان والكابتن عبد اللطيف الحسيني ايضا يعني ربما كان هناك نيه لاشراكهم في هذه المباراه لو انهم كانوا جاهزين بالفعل. شوف هي فيها حالتين. نعم انا ابغى حاله الاداريين واللي يشتغلوا داخل الفريق. لا اتكلم فنيا مش اداري. يعني اليوم اللاعبين هذول يا حاله من الاثنين، يا انه عندهم يشتكوا من الاصابه وحبوا انه يشوفوا امكانيه مشاركتهم عشان يصير في نوع من التجهيز للمباراه الاسيويه القادمه، او انه عندهم برنامج علاجي ياخذوا البرنامج حقهم عشان يكون مشارك مع الفريق وحب انه هم يكونوا متواجدين اكثر من اي حاجه ثانيه. نعم انا اشكر زميلي. والافضل انه يعني لما يكون اللاعب فيه يعني يشتكي من اصابه بسيطه الافضل انه يرتاح. صح. يعني لانه ممكن تتفاقم عليه في مباراه ما تكون لها اي اهميه. انا اشكر زميلي عبد الخالق حقيقه على الحس يعني الفني حقيقه اللي فعلا يعني الخبره طبعا لها دور. عبد الخالق يعطيك العافيه. طيب كابتن حمد احصائيات فريق النادي الهلال ومخرجنا ايضا نوجه له الشكر طبعا بكل تاكيد. حمد ما شاء الله فصل اعطانا. لا احصائيه فريق الاهلي. حمد قال الهلال قال الهلال نعم. وقال الاهلي ما قصر، جزاه الله خير، خذ كل شيء. طيب ما حبيت نبغى نسمع تعليقك بس على رحله طويله انت اليوم. واقع الاحصائيات. لا شوف انا اللي لفت نظري انه لو كان هناك جائزه لهداف الدوري، لان الهداف الان 18 اللي هو تيجالي. نعم صح. وراه ويسلي. نعم. لو كان هناك جائزه لهداف الدوري والمفروض تكون جائزه لهداف الدوري مبلغ يعني جامد 300,000 زي بعض الدول، انا اعتقد كان يبدا ويسلي، يعني راح يبدا بالهلال تكريما له ينافس على لقب الهداف لان في حافز بالنسبه له للاعبهم. يعني الفرق هدف واحد بس كابتن. انا اقول لك عشان كذا هو برضه حاط احتياط يعني. ايه يعني لا مو في تشكيل نهائيا الظاهر. هو ويسلي 17 وتيجاني 18. اي نعم. والهداف من ياخذه؟ لا انا اقول لك لو في جائزه ممكن يبدا فيه عشان ممكن. صحيح. فهمت يعني اعطاه فرصه يعني محفز فيه محفز، بس لا تسهل انت عشان تكون معي. زين بالنسبه نعم تفضل. تتكلم احصائيه ترى فيها خطوط عريضه كثيره جدا. ايه بس في نقطه مهمه يعني انا بالنسبه لي يعني لما نتكلم عن ان الفريق الهلالي مش في مستواه نحكم عليه على السنه الماضيه واللي قبلها او على الموسم اللي يبدا فيه. احنا بالنسبه لنا كمحللين نبدا في الموسم اللي يبدا فيه. نعم. عشان نقيمه لان ما يصير نقول مثلا ظلنا في الماضي احنا نتكلم عن هذا الموسم. انا سألت عن هذا الموسم. ايوه هذا الموسم طبعا في اشكاليات حدثت اللي هو على مستوى اللاعبين الاجانب اللي يمثلون 60 الى 65% من دعم الفرق. انت لاحظ اغلب الهدافين في الدوري الان هم لاعبين المميزين ايضا سواء كان حتى في الفرق اللي مخيفه كابتن عفوا المقاطعه ولكن مخيفه يعني ترتيب الهدافين يعني ما في الرابع عن الا ياسر بس في المركز الرابع وحتى المركز في ياسر وفي ناصر. لا لحد المركز الثامن ما في فقط لحد المركز الثامن كلهم اجانب ما عدا ياسر قحطاني في المرتبه الرابعه. طبعا شوف هذه مش مخيفه ان احنا والله نمنع اللاعبين الاجانب ان ما نجيبهم عشان احنا نفكر لا هذا مو صحيح. لا صحيح انا معك. لانك انت تتكلم عن مسابقه تنجحها باثارتها بقوتها تميز اللاعبين الاجانب. هذا مش معناه انه بالعكس هذا ياسر موجود وبيوم احتياط. نعم طيب هذا ميزه اللاعب كويس يفرض نفسه. الان ناخذ توقعاتكم ما معنا وقت الان. توقعاتك الشوط الاول من المباراه. بين الشوطين في وقت ولا ما عندنا وقت طويل بين الشوطين. ان شاء الله عندنا دقيقه واحده بين الشوطين. تفضل محمد. ويطلع لي بيقول لي شيء بس يفكر شوي يبيني يخلط بشيء عشان يقوله. والله غلط كثير مش ادرك بس. توقعاتك سريع كابتن الشوط الاول. انا اتوقع في اهداف ولا لا؟ اي لازم في اهداف لمن
فيها ضغوط المباراه. اتوقع لمين؟ اتوقع فيها اهداف من الجانبين. كابتن حمد؟ اتوقع مباراه مفتوحه والفريقين ما علينا نسجل. اذا مباراه مفتوحه، وتوقع بالاهداف في شوط المباراه الاول. كل هذا باذن الله تعالى سننتظر ال 45 دقيقه القادمه بتعليق الزميل الدكتور نبيل نقشبندي الذي سيبدع ويمتع الجماهير باذن الله تعالى كعادته دائما المتالق. اليوم كان يعني في حديث جانبي مع قبل بدايه هذه المباراه، واتوقع ان تكون المتعه والاثاره حاضره رغم عدم اهميه المباراه بالنسبه للفريقين بعد ان طارت الطيور بارزاقها. فاصل اعلاني ومن ثم التحول الى كابينه التعليق لزميل الدكتور نبيل نقشبندي. الى اللقاء.